شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية للمناورة التعبوية رعد 23، والتي تضمنت تنفيذ الرمايات بالذخيرة الحية لكافة الأسلحة والمعدات، وإبرار عناصر من قوات التدخل السريع والصاعقة البحرية للإغارة على أهداف برية وساحلية معادية وتدميرها والقضاء على البؤر الإرهابية. وتضمنت المرحلة إدارة أعمال القتال في عمق دفاعات العدو وتدمير أنساقه بمعاونة تشكيلات من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم تحت ستر وسائل وأسلحة الدفاع الجوي وبمساندة المدفعية لتدمير الاحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية. وقامت الوحدات الميكانيكية والمدرعة بتطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها بمعاونة الهليكوبتر المسلح وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات للتصدي لهجمات العدو المضادة وحرمانه من استعادة أوضاعه الدفاعية على الخطوط المختلفة. كما تضمنت المناورة إبرار المجموعات القتالية الخاصة من الصاعقة وقوات التدخل السريع والمجهزة بالعربات الخفيفة والأسلحة والذخائر والمعدات الخاصة التي تم دفعها من مناطق التمركز لمعاونة أعمال قتال القوات ونقلها برا وجوا باستخدام الطائرات الهليكوبتر لتنفيذ إغارة خاطفة وسريعة للقضاء على إحدى البؤر الإرهابية المسلحة التي تم اكتشافها والتعامل معها وتدميرها، والتعاون مع الوحدات الميكانيكية المدرعة لتأمين خط حيوي في العمق والتعزيز عليه في ظل أعمال الحماية الجوية لطائرات القتال والهليكوبتر الهجومي التي وفرت أعماقا جوية للوحدات المبرة وتدقيق المعلومات المتعلقة بخسائر العناصر المعادية والتعامل مع الأهداف المكتشفة. كما قامت المجموعات القتالية من الوحدات الخاصة البحرية بالإغارة على أحد الأهداف الساحلية المعادية وتدميرها. نفذتها عناصر من الصاعقة البحرية والضفادع البشرية باستخدام اللانشات السريعة. بدأت العملية بتحرك المجموعات القتالية من مناطق تمركزها والإبحار للوصول إلى منطقة الإنزال المخططة على الساحل المعادي واستطلاع الدفاعات المعادية لتأمين إنزال القوة المنفذة للهجوم التي قامت بالاشتباك والتعامل مع القوات المعادية والقضاء عليها والارتداد إلى منطقة الالتقاط بعد تنفيذ المهمة بنجاح. ظهرت خلال المرحلة المهارات الميدانية والقتالية العالية لكافة الأسلحة والتخصصات المعاونة المنفذة للمناورة رعد 23 وقدرتها على التعامل مع الأهداف الميدانية والأهداف الأخرى غير النمطية وإصابتها من الثبات والحركة وإدارة أعمال القتال في العمق. وفي نهاية المناورة أثنى الفريق أول صدقي صبحي على الجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية بالدولة. أنا بشكر حقيقة قائد المنطقة الغربية السيد رئيس أركان المنطقة وهيئة قيادة المنطقة الغربية العسكرية، الصاعقة، قوات التدخل السريع، الصاعقة البحرية، قوات الجوية، قوات الدفاع الجوي، المدفعية
كل العناصر اللي اشتركت النهارده وادت الاداء الرائع اللي قدامنا النهارده ده. الحقيقه جهد مبذول عالي جدا. الحقيقه يعني الرمايه النهارده تستحق الفخر، والله حاجه تستحق الفخر. الشكل العام يطمئن قلوب العسكريين والمدنيين ويطمئن كل مصري ان في قوات مسلحه مصريه مسؤوله تعلم يعني ايه حب الوطن. قوات التدخل السريع وانشئت في مصر منذ عام ونصف. كانت القياده العامه للقوات المسلحه حريصه تماما على ان هذه القوات تنشأ باسرع وقت ممكن، وقد تم. ثم اهتمينا بتسليحها اهتمام غير عادي، اهتمينا بتدريبها اهتمام غير عادي، واهتمينا ايضا باختيار انسب العناصر من الضباط وضباط الصف والجنود اللي تشترك في هذه القوات، سواء كان القائد او ضباط الصف او الجنود. بفضل المولى عز وجل هذه القوات اشتركت في 2 تدريب خارج اراضي مصر. لابد ان احنا نعلم هذه القوات من الممكن ان تنقل عن طريق البحر او عن طريق الجو او برا باستخدام كل الوسائل لتنتقل داخل جمهورية مصر العربية في اي اتجاه من الاتجاهات الاستراتيجية لتؤمن حدود الدولة من كل الاتجاهات. هذه القوات تم تدريبها على مستوى عالي جدا من التدريب، مسلحة تسليح جيد جدا، تستطيع أن تقوم وتؤمن جميع حدود مصر. زي ما شفنا كده احنا في المنطقة الغربية دلوقتي قصدنا ان احنا نجيب قوات التدخل السريع اللي هي أتت كمان بعد تواجد عناصر المشاة الميكانيكي والدبابات اللي حضراتكم شفتوها النهارده هنا، بعديها بحوالي كمان 15 يوم. يعني هذه القوات إن لم تكن مدربة تدريب عالي جدا في مناطق تمركزها وفي ميادين التدريب بتاعتها ما كانتش ظهر بالمستوى اللي انتم شفتوه النهارده ده، سواء كانت صاعقة أو مشاة ميكانيكي أو صاعقة بحرية. إن هذه القوات قادرة أن تنقذ بحرا أو جوا أو برا، ثم تنفذ المهمة مباشرة على العدائيات المختلفة. فأنا بطمن جمهورية مصر العربية كلها، وبطمن أيضا غير جمهورية مصر العربية، أن هذه القوات من الممكن أن تنقل استراتيجيا من مناطق تمركزها إلى أي مكان تنفذ فيه المهمة على أعلى مستوى ممكن. حضر المرحلة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، ومحافظ مطروح، وكبار قادة القوات المسلحة، وشيوخ قبائل وعواقل مطروح،